بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عملنا احنا كذا طريقة لللفت. طبعا اللي ما يعرفش اللفت كلنا عارفينه، رخيص جدا في السوق. طبعا قشرناه وغسلناه من الطين دوت وبشرناه. عايزة ان انتي تقطعي حتت صغيرة، تمام. عايزة تخدليه يبقى زي البصل كده، او التوم على النار شغال. خلاص. العروق دي زي ما قلت ممكن تستعمليها زي اللفت او الشبت، وممكن انت ترميها، تمام. اللي هي العروق دي نفسها. عندنا هنا بيضتين، تعالوا بقى نشوفه. بسم الله. ادي اللفت بتاعنا اهو طبعا غسلناه اهو ونقعناه في ميه وملح. انا بس اصفيه، شايفين؟ عايزه كمان، في ناس كمان بيحطوه في ميه دافيه بحيث ان هو يدبل خالص زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تبيتيه تاني يوم اهو. بدأنا نصفيه. طبعا هنحط عليه البيضتين زي ما انتوا شايفين. طيب غير البيضتين هتحطي ايه؟ ممكن تحطي نشا، ممكن تحطي دقيق سيمولينا او دقيق ذره، تشكيله يعني اهي. طبعا انا بحاول ان انا اصفيه قدامكم بعد ما بشرناه، شايفين؟ طبعا يا جماعه وكمان ارخص من البطاطس لو ب15 جنيه او ب20 جنيه، ممكن تجيبي ب5 جنيه لفت وتعملي الحركه دي. الطريقه دي ممكن تنفع مع الكوسه برضو اهو، تنفع مع الكوسه، تنفع مع اللفت، تنفع مع البطاطس، تنفع مع البنجر. شايفين هنا؟ شايفين الميه بتاعتها عامله ازاي؟ تنفع مع البنجر، لو البنجر كمان هيدي الميه لون احمر وجميل اهو. كده خلصنا كلته اهو، شايفين؟ كده خلاص. نصفي بقى الميه خلاص ونبتدي نحط التوابل بتاعتنا. التوابل بقى اي توابل انت بتحبيها. انا هحط هنا ادي شطه اختياري برضو، هنا زعتر او روزماري، خلاص. ادي فلفل اسمر، ادي هنا ادي جنزبيل مطحون طبعا اختياري. هنا هنحطه عايزه تخمريه، تمام. انا هحط بس بيكنج باودر او شعره خميره كده صغيره اهي عشان ما يبقاش مكتوم يعني معانا اهي. بيكنج باودر او بيكربونات. هنا نظبط الملح بتاعنا، ادي الملح اهي. لان طبعا نعمل حسابنا اللي احنا هنحطه كمان دقيق. حطي بقى قرفة، جنزبيل، كمون، اهي بهارات، اي بهارات انت بتحبيها، او ممكن تحطي كمان فيجيتار، تمام. ادي النشا بتاعنا اهو زي ما قلت، ممكن تحطي نشا هنا او تحطي هنا زي ما قلت دقيق ذرة او سيمولينا او فتات خبز، تمام. تشكيلة يعني. تعالوا بقى نرجع تاني الكمية بتاعتنا. طبعا نزلنا بالبيضتين اهو، ممكن تعملي بقى بيضتين 3 4. جبت فيجيتار برضو عشان ريحة البيض تروح اهي. وهحط بقى، اوبا لازم ابوظ الدنيا، لازم. هنا مستكة بقى، بن، حبهان، يعني اي بهارات تعمل ايه الزفرة بتاعت البيض دي. اختياري برضو. عايزة تحطي قرفة، قهوة، جنزبيل، دي قهوة تركي. احط برضو هنا عصرة ليمون، وده اختياري برضو. ممكن بقى تحطي صويا صوص. انا بوريكم ان الكوكتيل ده على حسب اللي انتي عايزة تحطيه. كده خلاص. هنبتدي بقى هنا نعين البذر دي ونحطه نشا اهي.
هتحط نشا قد ايه؟ انا هحط دي معلقه هرميه بس كده اهي، ونحطه معاها سواء فتات خبز او زي ما قلت دقيق سمولينا، ونقلب ونشوف الخليط هيعوز قد ايه كمان. ادي معلقتين نشا اهو، نقلب نقول بسم الله. عايزين يا جماعه تحطوا شبت ماشي، شبت اخضر يعني. طبعا البيض مادة ربط هتمسكي الخليط على طول. تحطي بقى بصل، تحطي شبت، تحطي جزر مبشور، بس انا استكفيت بيه يعني اهو. حطي توم. الكوكتيل ده يعني ايه اختياري. طبعا انا هدوب النشا حلوه قوي، وهدوب سواء زي ما قلت دقيق الذره او دقيق سمولينا اهي. لو حاسه ان الخليط هيقبل تاني حطي. انا هحط بس معلقه كمان من زي ما قلت سواء البقسماط او الدقيق الذره او دقيق النشا. وممكن كمان احيانا في ناس بيحبوا يحطوا، شايفين لسه في ميه اهي، بيحبوا يحطوا. طبعا بتنقعي الرز ساعه او 2 وتنشفيه وتغسليه، اللي هو دقيق الرز يعني الدقيق المتوفر عندك. شايفين لسه فيه شويه ميه اهي. هنكمل بقى بالنشا، معلقه كبيره كده من النشا، ونقوم نعلق على الطاسه بتاعتنا بشويه زيت ونبتدي نقليه. طبعا انا مش عايزه الخليط يكون مكتوم قوي، لو عايزه تضيفي نشا اكتر من كده تمام. نبتدي بقى نعلق على الزيت ونقليه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده دوبنا النشا والدقيق، كل حاجه دابت. بسم الله. يلا بينا. بصوا يا جماعه، علقنا على الزيت، وعايزه اقول ان الزيت ده كان فيه او مكانه، عايزه بس اوطي عليه، كان مكانه اللهم صل على النبي، اسمها ايه، شطه. فتحس ان هو كمان لونه احمر. بسم الله، نتوكل عليك يا رب اهي. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. احاول كده ان انا اخد يعني حاجه زي الكوره كده شويه اهي، يعني الى حد ما، ونتفسها. طبعا ممكن تعمليها بايدك، بس انا اجربها كده بتاع ده اهي، المصفى دي، او ممكن تعمليها بمعلقه. طبعا بنزل منها اي ميه يعني اهي، ونبتدي بسم الله نقليها كده ونشوف تاني. هنا نعملها صغيره شويه، ممكن تعمليها بقى شكل دايره او حاجه. تضغطيها كده وتضغطيها بايدك اهي. بسم الله لا قوه الا بالله. اهي يا جماعه، بس عشان الفيديو ما يطولش التشكيل ده اهي. وطبعا ما تقلبهاش خالص وتستعجلي ان انت تقلبيها تمام. هنا بقى ممكن تعمليها قرص، يعني بوريكم انتوا ممكن تعمليها دايره اهي. طبعا هنقلبها على الجهتين، بس ما نستعجلش لحد ما تاخد اللون الذهبي. طبعا اول ما تطلع هقلبها وهي احطها على مصفى، عشان ادي محضره مصفى اهي عشان ما تشربش زيت على الجهتين. وهوريها لكم، اصورها لكم اول ما تطلع، لاني زي ما قلت النت عندي بطيء وما بقتش عارفه اسجل فيديوهات طويله اللي هي 12 دقيقه كده، 9 دقايق ونص. نشوفوا دي كده تنفع تتقلب ولا لا اهي. طبعا البيض نفسه مادة ربط اهي، بس لسه هتاخد اللون الذهبي اللي احنا عاوزينه، لسه بدري اهو.